يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من اخر فيديو. جمعة مباركة علينا جميعا. بقالكم كتير بتقولي لي يا خوخة انت ما عملتيش معانا روتينات المطبخ اللي احنا بنحبها، وبقالك كتير ما عملتيش معانا الغدا. فانا النهارده بقى جهزت لكم روتين قوي جدا هنعمله مع بعض. مش هنخرج من المطبخ، هنشوف ايه اللي ورانا كده من بعد الفطار ونبدأ يومنا بسم الله. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. وكمان بقى ما تحرمونيش من اللايك والكومنت الجميل بتاعكم. وقبل بقى ما نبدأ الفيديو طبعا ما ننساش نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلقه وعلى اله وصحبه اجمعين. عايزه الكومنتات كلها الصلاه على النبي، عايزين نبص نملى الكومنتات كده الصلاه على النبي، ما فيش احسن منها. ونبدأ بقى الروتين بتاعنا. احنا النهارده صحينا كده فطرنا وخلاص بقى ريحنا من بعد الفطار، وكان في حبة مواعين كده صغيرين هنغسلهم مع بعض. وكمان انا نويت ان انا اعمل كفتة ورز بسمتي. طلعت اللحمة بقى فكت من الصبح. اول حاجة طالما انا مثلا يعني عارفة هعمل ايه، بروح مطلعة الحاجة تفك عشان ايه ما تعطلنيش وتفك براحتها. فطلعت اللحمة وسبتها تفك على جنب. وكمان الرز البسمتي انا بنقعه في مية. لو انتي بغسله كويس وبعد كده بروح نقعاه بقى واسيبه براحته بقى الايه. بيبقى بيديكي نتيجة افضل يعني، وبيبقى كويس. وما بنقعه بعمله بقى معاملة الرز العادي المصري بتاعنا، بأديله المعيار المية العادي خالص، ما بكترش المية. انت لو مش هتنقعيه فتزودي المية ايه شوية كده تاني عن المعيار اللي انت بتعمليه في الرز البلدي بتاعنا. فسبتهم على جنب كده وخليتهم. اهم حاجة طبعا غسلته كويس وركنت اللحمة والرز لحد بقى ايه. قلت اعمل كده كام حاجة في المطبخ يكونوا فكوا واكون ايه يعني مظبطه المطبخ علشان اعمل الغدا على روقان. انا ما كانش عندي بقى مواعين كتير، هما بس حبه المواعين اللي من مطرح الفطار. حبه صغيرين خالص. هنغسلهم برضو علشان ما يبقاش في مواعين ومواعين الفطار تتكوم على مواعين الغدا. اغسل اول باول كده قلت على طول. انا مش بعرف اعمل اكل خالص. لازم يكون المطبخ مفهوش مواعين. بجد بحس ان الدنيا مدربكه حواليا لو في مواعين كتير. فبحب ان انا ايه ادخل اعمل الغدا على روقان وميبقاش فيه مواعين، عشان اعرف مثلا لو هنضف خضار في الحوض اعمل اي حاجه يبقى الحوض عندي نضيف. قولولي بقى اخبار الجو عندكم عامل ايه؟ بجد الجو الايام دي حلو قوي. بصوا ده جو المفضل بجد، يعني بعشق الجو ده. واحسن حاجه بقى بالليل كده بيبقى الجو مش حر خالص ويبقى حلو وكمان لما بتفتحي المروحه بتحسي ان انت عايزه تضغطي كده. فبجد احساس حلو قوي. والجو كده طبعا في ريحه المدارس دي. يعني ربنا يكون في عونكم كده ويقويكم ان شاء الله، وربنا يجعلها سنه سعيده على الجميع كده. لكن الواحد حاسس انا يعني بالرغم ان انا مش عندي مثلا مدارس او كده وبس يعني مش عارفه الجو ده بحس ان هو بيخنقني. من ساعه ما كنت في المدرسه اول ما كانت المدارس كده تدخل علينا احس ان خلاص الاكتئاب بقى من مثلا لبس المدرسه والشنط والحاجات دي. فما كنتش بحب الجو ده خالص. فربنا بقى معانا في اللي جاي ان شاء الله. انا لسه يونس بقى لسه صغير كده عنده 3 سنين، فيعني لسه شويه علينا. يعني حاسه ان انا لسه ما خدتش نفسي، يعني لسه مخلصه تعليم نريح شويه يعني. انا بقى من امبارح بالليل كنت مظبطه المطبخ، غسله المواعين طبعا اللي هي بتاعه العشاء وكده. وغسلت كمان البوتاجاز، شلت الحوامل وغسلتها، ويعني غسلت بقى التنظيفه اللي هي ايه بتاعه البوتاجاز دي، مش اللي هو من على الوش وخلاص. وكمان مسحت المطبخ. مسحت الارض وكده. وخلاص بقى كنت يعني مبيته المطبخ نضيف. صحيت بقى يعني عملنا الفطار وكده. هو ده بس اللي انا عملته. وكمان قلت بقى المطبخ نفسه عايز كده يتغسل من بره، قلت اعمله معاكم النهارده عشان بصراحه ما كنتش قادره خالص امبارح ما قدرتش. يعني بصوا ما كانش ليا مزاج اعمله. فقلت اعمله بقى على النهارده كده. اعمله معاكم. وكمان يا جماعه نعمل مع بعض الكيكه بقى بتاعت المج دي. انا بقالي فتره عايزه اعملها من ساعه ما طلعت يعني. فانا عايزه اعملها بصراحه، مش عارفه يعني بنسى او بكسل، ما كانتش بتيجي في دماغي خالص. بعد كده بقى بعد ما خلصت المواعين وخلصت المطبخ حسيت ان انا ايه يعني عايزه اكل حاجه اكافئ نفسي بقى. تعبت بقى يا جماعه بقى وفضلت اعمل حاجات في المطبخ فايه. قلت اعمل حاجه كده.
كان جوزي نايم، فقلت اعملها كده واشوف لو طلعت حلوه هعمل له منها، لو طلعت وحشه كاني ايه، ولا من شاف ولا من دري، كاني ما عملتش حاجه. بس الحمد لله ربنا نصرني وطلعت حلوه. يعني بصراحه ما كنتش متوقعه كده، قلت طبعا عشان مثلا احنا كيكه هنحط لها بيض وكده دي مش هتبقى حلوه. لا بس بصراحه لا، تستحق التجربه، جربوها تحفه قوي. يعني الواحد كده بيبقى قاعد مثلا عايز ياكل حاجه وزهقان ومش عارف ياكل ايه، او تكسلي مثلا تعملي حاجه، لا دي ما خدتش مني وقت خالص وبصراحه لا عجبتني يعني. من الحاجات اللي هي التجارب اللي انا بعملها دي، بس لا عجبتني. جبت بقى المج كده، وحطيت فيه معلقتين دقيق من اللي هما يعني معلقتين دقيق كبار. انا بصوا بقيت احط ايه على الله ان شاء الله يعني. زي ما تيجي معايا كده فايه بقيت احط. حطيت يعني بحس يعني اشوف كده المكونات ايه يعني راكبه على بعضها كده والمقدار كويس. انا كان كل خوفي ان هي البيكنج باودر يعني تترفع وبقى ايه وتسيح بقى على في الميكرويف كده تطلع بره المج. بس الحمد لله يعني. حطيت معلقتين دقيق و ومعلقه سكر او معلقتين سكر، لا حطيت معلقتين سكر، وكمان رشه بيكنج باودر حبه يعني بسيطه على قد المج وكاكاو. انا طبعا عاملها اللي هي بالشوكولاته، فحطيت كاكاو. هقلب بقى المكونات الجافه دي كلها مع بعضها كده، واهم حاجه اقلبهم كويس عشان ايه ما يبقاش في حاجه لازقه في المج من تحت، تبقى مش حلوه يعني وبوظ لي الموضوع. فقلبت المكونات كده الجافه مع بعض وحطيت عليهم حبه زيت. انا ما فيش مقدار معين، بقيت احط ايه يعني زي ما عيني شايفه كده الدنيا تمام ولا مش تمام. فحطيت حبه زيت وحطيت عليهم اللبن، وقلبت كويس بقى كله كده كده قلبته مع بعض. وايه القوام اللي هو زي الكيكه العاديه اللي احنا بنعملها مثلا في الصينيه، قلت بقى ايه يبقى القوام ايه، يبقى ده زي ده، علشان ايه ما يبقاش مثلا خفيف او تقيل. وبقيت احط اللبن يعني ايه حبه حبه، قلت عشان ما يكترش مني او يعني اظبطه حبه حبه يبقى احسن، بدل ما احط كتير وفي الاخر تطلع خفيفه، عشان يبقى على قد المج، عشان كنت خايفه لحسن تعمل برا المج يعني. وكان عندي بقى الشوكولاته اللي هي السايحه دي، حطيتها عليها. انا شفت قبل كده برضو ان هما بيحطوا عليها شوكولاته، فحطيت عليها شوكولاته من دي. فانا كان كل خوفي على الشوكولاته، يعني المكونات التانية عاديه بس الشوكولاته لا. فحطيت بقى منها كده. هي ما كانتش، هي كانت في التلاجة كانت مجمده شويه، فحطيتها في الميكرويف كده 10 ثواني، على طول لقيتها ساحت، وحطيت بقى عليها كده ودخلتها الميكرويف على دقيقه ونص. يعني قلت اشوف كده دقيقه ونص احطها، لو احتاجت تاني ازود. قلت خفت احسن تتحرق برضو. فحطيتها على دقيقه ونص، وفضلت بقى اتابع فيها من بره اشوفها مثلا عليت ولا ايه الدنيا، ولا هي شغاله ولا مش شغاله. بس الحمد لله ربنا نصرني وطلعت حلوه. خليتها بقى تبرد كده، واول ما طلعت من الميكرويف بصوا، بس هي المفروض ما كنتش ايه يعني هي كانت عاليه خالص. اول ما فتحت عليها الميكرويف تحس ان هي بتت شويه، يعني قلت مثلا لو كنت سبتها في الميكرويف شويه ما كنتش فتحت عليها على طول كانت فضلت عاليه زي ما هي. وحطيت فيها الشوكه كده لقيتها ايه يعني مستويه، يعني مش معجنه من جوه. وخليتها بقى وهي سخنه كده، وحطيت عليها برضو صوص شوكولاته من فوق، وسبتها بقى تبرد عشان ايه ما تبقى يعني تبقى حلوه وهي ايه بارده شويه، ما تبقاش سخنه قوي كده. دي تبقى حلوه قوي لو تطلعيها مثلا تاكليها سخنه كده لو في الشتاء، لكن بقى في الجو اللي احنا فيه ده فسبتها على جنب كده تهدى شويه. وبصراحه كان عندي بقى فضول ان انا يعني ادوقها. بس الحمد لله يعني طلعت جميله والله وحلوه وعجبتني يعني. بصوا تحفه بجد، يعني حلوه قوي، عامله زي الكيكه اللي هي انا بعمل كيكه الهوجوس دي، فهي طعمها بالظبط ونفس صوص الشوكولاته. وممكن انت تعملي بقى ايه صوص الشوكولاته في البيت عادي، يعني اللي هو الصوص اللي هو بنعمله في البيت ده بيبقى طعمه حلو برضو، فبتبقى حلوه يعني. وخلصت بقى طبعا، خدت بقى البريك بتاعي وكلت بقى الكيكه بتاعتي، وقلت بقى ايه اقوم اعمل الغدا على طول. غسلت بقى طبعا البقدونس كده وقطعتها صغير، وكمان البصل. بشرت بصلايه، وكانت اللحمه فكت وكل حاجه عندي كانت جاهزه. فحطيت اللحمه ونزلت عليها بالبقدونس. بس اللحمه دي ما كانتش فيها دهن، يعني انا بحب اللحمه بتاعه الكفته يبقى فيها دهن عشان تبقى ايه جوسي كده وتبقى طريه.
بس يعني دي ما كانتش عايزه كفته خالص. انا ندمت، قلت بعد ما كده كنت مثلا ما عملت بيها اي حاجه تاني غير الكفته. بس كنت خلاص بقى بليت الرز، فما ينفعش ان انا ايه يعني ابوظ الاكله. قلت بقى ايه زي ما تيجي كده وبس طلعت حلوه. فحطيت البقدونس على اللحمه، وكمان البصل عصرتها وخدت منها التفل بس، وسبت الميه على جنب. وحطيت بقى، كان عندي اللي هو كيس البهارات بتاعه الكفته دي حطيتها. كان عندي نص كيس حطيته. وحطيت رشه ملح ورشه فلفل. وقلبت بقى المكونات دي كلها مع بعض. وانا يعني كان على طول يقولوا مثلا الكفته بتبقى حلوه ما بتحط لها مثلا رغيف عيش، بتبقى حلوه. بس انا بصراحه ما كنتش جربتها خالص، علشان الكبه عندي كانت بتبقى صغيره، فقلت ايه مش يعني مش هتسعف معايا او مش عارفه اعملها. ففضلت احط كده حته لحمه وحته عيش. بس في الاخر خالص بعد ما عملت مرتين تلاتة كده لقيت البتاع الكبه اللي هو الموتور من فوق عمال يطلع دخان. فيعني دي انا خايفه اجربها والله يعني. مش عارفه باظت ولا ما باظتش، يعني هي طلعت دخان، سبتها بقى ترتاح خالص وشلتها. حتى البصله بتاعه الرز ما عملتهاش في الكبه. انا خايفه بصراحه يكون الموتور اتحرق، فانا تقلت عليها. ما كانش المفروض اصلا دي يعني. مش عارفه بقى الواد بتاعها مثلا ضعيف، ما ان هي ما تاخدش كفته، مع اني كانت بتفرق معايا كويس في الاول. هو ده اللي خلاني ان انا ايه اكمل فيها. ف مش عارفه والله، خايفه عليها، خايفه تكون ايه باظت. وربنا يسهل، خايفه بقى اجربها. قلت ايه يعني اسيبها كده ترتاح شويه، لما اكون عامل حاجه ببصل او حاجه اجربها فيها بقى كده وايه، وان شاء الله خير يعني. حتى اخر حته انا لما لقيتها عملت كده، كان في حته فايه رحت عاملاها كلها بايدي. فضلت اعمل فيها بايدي كده، اعجن فيها بايدي. فربنا يستر بقى ان شاء الله. فانا بقول لكم بقى علشان ما حدش، طالما الكبه بتاعتك صغيره ما تحطيش فيها خالص كفته مثلا او تحملي عليها، لان دي ليها مثلا استخدامات معينه او كده. بصل، الحاجات اللي هي الخفيفه ما يتحطش فيها الحاجات دي، تبقى تقيله عليها يعني. بس وهنا بقى كان خلاص سبتها شويه في التلاجة كده حوالي نص ساعه، اتشمعت. فضلت بقى ان انا ايه اصبع فيها والمية البصل اللي احنا سبناها على جنب دي حطيت عليها حبة ملح وحبة فلفل. وقلت اصبع بيهم الكفتة وكمان الصينية رحت دهنيها سمنة كده، قلت علشان هي اللحمة مفيهاش دهون، قلت تظبط معايا الدنيا شوية. وكمان نسيت ان انا اعمل المية اللي انا كنت حطاها دي اصبع بيها الكفتة. بس قلت مش مشكلة بقى ايه بدهنها كده بالفرشة عليها وهي في الصينية، بتبقى حلوة برضو. احنا هنا انا بحب اعمل صوابع الكفته اللي هي بتبقى كبيره كده كانك اللي انت جايباها من بره. ما بحبش ان انا ايه اعمل اللي هي الصغيره. فانا بحب اعمل ايه الكفته بالشكل ده كده. فهي ما شاء الله كانت حلوه يعني. شوفي انت لو هتجيبي بره النص كيلو، النص كفته من بره هيبقى بكام، فانت ايه هتوفري جامد يعني، وتعمليها في البيت وتبقى انضف، وبتبقي ضامنه اللحمه اللي انت عاملاها. فبجد بتبقى حلوه قوي، طعمها كمان بيبقى حلو يعني. كمان اللي هو الكيس اللي هو خلطه الكفته ده بيدي الكفته طعم حلو قوي كانك جايباها من بره. فبجد بتبقى حلوه يعني. وكمان انا رحت عامله في الاخر حطيت فيها فحميه كده وطفيتها بحبه زيت، بتبقى بتدي بقى طعم الشوي. فكانت حلوه يعني. انا بصراحه بحب الكفته اللي انا بعملها في البيت، بتبقى حلوه قوي. وهنا بقى قلت اعمل الكبسه. هنا صبعت الكفته وحطيتها على جنب. الكبسه بقى قلت اعملها. انا الكبسه هنا بحط فيها بصل وفلفل. الاول انا ما كنتش بعملها خالص بالبصل والفلفل، كانت بتطلع معايا يعني بحط بس البهارات بس، فما كانتش بتطلع معايا حلوه. وبصراحه مامتي بتعملها حلوه قوي، اللي هي ماما حماتي يعني. فاخدت منها الطريقه حلوه قوي يعني. هي بصراحه بتعملها تحفه الكبسه وكده. فاخدت منها الطريقه بقى دي. هي بتعملها بنفس الطريقه، بتحط فيها بصل وفلفل بقى، وبتظبطها كده وبتحبشها. هو ده بقى اللي بيديها طعم وبتخلي الرزايه كده ايه بيبقى ليها طعم، تبقى طريه مبقاش ناشفه. فانا من ساعتها بقى وانا بعملها على طريقتها، بجد تحفه قوي. جربوها ما تستغربوش البصل والفلفل اللي فيها، بس بيبقى حلو قوي يعني، وما بيبانش يعني. انا بقى كنت بحط البصل ده وبفرمه في الكبه، بس بعد اللي حصل بقى النهارده فما جيتش جنب الكبه خالص، قطعته كده حتت صغيره على البلانش على طول. وقلت بقى ايه يعني مش لازم بقى اتقل عليها تاني، اشوف بقى ايه يعني الدنيا هتبقى معاها ايه. وهنا بقى كانت الكفته. شفت انا دهنت الكفته كده بميه البصل. وممكن لو انت برضو عندك صلصه تحطي معلقه صلصه عليها،
بتديها لون حلو قوي. هنا بقى انا كنت حطيت الكفتة في الصينية دي، بس انا بحب ان انا اغطي الكفتة، فرحت نقليها في الصينية المدورة اللي هي بغطا كده، بتبقى قلت عشان تستوي فيها يعني. بس وهنا بقى كانت البصل والفلفل كده خلاص دبلوا على النار. رحت حطيت بقى كده حبة كاري وحبة كركم وعود قرفة كده، وبرضو هديهم ايه تشويحة على النار لحد ما الريحة بتاعت التوابل كده تطلع وتصفر شوية. وبعد كده بقى اروح نازله بميه كده، برضو نزلت بحوالي 3 كوبايات ميه، والميه برضو تشوفي كده بعد ما تحطي الرز هيبقى ايه الدنيا. ما تكتريش عشان الميه ما تبقاش كتير على الرز. بس وهنا بقى كنت صفيت الرز بقى كده، وهنزل بقى على الميه دي، وحطيت طبعا الملح. يبقى كده حطينا كركم وكاري وقرفه وحبه ملح، وغلي بقى كده كل الكلام ده. رحت نازله عليهم بالرز كنت صفيته. وهنا بقى كانت المقدار بتاعه الميه يعني مظبوط جدا يعني على الرز بتاعي. هو ايه ما يبقاش فيه ميه كتير عشان خلاص الرزايه يعني يعتبر دابت، فخلاص ما تخافيش كمان من النقع ان الرزايه مش هتتكسر مثلا او تدوب او يعجن او كده، لا خالص بتبقى الرزايه زي ما هي. فهو ده بقى كان، بصوا الميه ما كانتش كتيره خالص، كانت مظبوطه يعني كده. كان كمان اقل من الرز البلدي، بس بصوا عشان ايه ما يعجنش مني وطلع بصوا الرز مفلفل ازاي وحلو. فبجد بتبقى حلوة قوي والرز بيبقى طري يعني. وهنا بقى كان خلاص كده خلصت الغدا، وعملت بقى حبة سلطة بقى كده معاهم، وغرفت بقى الغدا وبألف هنا وشفا. وده كان روتين النهاردة، روتين سهل وبسيط كده، ورجعت لكم تاني ده روتين العودة بقى ايه يعني، عملنا الحاجات اللي مع بعض اللي في المطبخ اللي انتوا بتحبوها دي. وان شاء الله بقى نتقابل في روتين جديد وفيديو جديد. واهم حاجة ما تنسونوش من اللايك والكومنت، عشان هو ده اللي هيخليني ان شاء الله فيديوهاتي تنتشر اكتر واكتر للناس، ويا ريتنا تكبر اكتر واكتر. مع الف سلامة.